الذهب ولا الدولار؟ فين الأمان وقت الأزمات؟ في كل أزمة نفس المشهد بيتكرر، شارع الصاغة مليان ناس بتجري تشتري ذهب والسوق السوداء مولعة، لكن السؤال الكبير فين الأمان الحقيقي؟ جرام ذهب في جيبك ولا ورقة دولار في خزنتك؟ الذهب بقاله آلاف السنين مخزن للقيمة، والدولار من بعد الحرب العالمية الثانية بقى ملك العملات، بس دلوقتي في كلام إن احتمال انهيار الدولار نفسه كعملة رئيسية، ومعاها أزمة ديون أمريكية بتوصل لأرقام فلكية. في نفس الوقت كل ما المنطقة العربية والشرق الأوسط يولعوا بالأزمات الجيوسياسية الذهب بيطير لفوق. تعالوا نفهم ايه اصل الحكايه، وهل فعلا المستقبل للذهب ولا الدولار لسه عنده كلمه تانية؟ المصريين بين الذهب والدولار من زمان جدا المصريين عندهم معادله واضحه، الذهب بيساوي امان زائد زينه، الدولار وسيله نجاه وقت الازمات. يعني مثلا 2016 بعد التعويم اللي اشترى دولار كسب بسرعه لان الجنيه انهار قدامه، لكن اللي اشترى ذهب كسب اكتر لان الذهب نفسه طلع مع ارتفاع الدولار. خلينا نتكلم عن شويه ارقام. بعد التعويم 2016 المصريين اشتروا ما يقرب من 100 طن ذهب في سنه واحده، وازمه كورونا في 2020 المبيعات قفزت وحققت حوالي 120 طن ذهب. الازمه الاخيره من 2020 ل 2023 المصريين اشتروا اكتر من 100 طن ذهب في اقل من سنتين. كل مره الدولار يشح او السوق السوداء تولع المصريين يحولوا مدخراتهم لذهب باعتباره الملاذ الاسرع والامن. خلينا نبص على رحله اسعار الذهب. سنه 2000 اونصه الذهب كانت بحوالي 280 دولار، سنه 2010 وصلت ل 1200 دولار، سنه 2020 مع أزمة كورونا عدت 2000 دولار، ودلوقتي في 2025 حوالي 3685 دولار للأونصة، أعلى مستوى تاريخي ليه. كل أزمة عالمية من الحرب الخليج لأزمة مالية في 2008 لأزمة كورونا لحرب أوكرانيا لحرب غزة كانت فرصة تخلي الذهب يلمع أكتر، وده السبب اللي مخلي ناس كتير شايفاه أمان أكتر من أي ورقة نقدية. لاحظ إن حتى كبار رجال الأعمال شايفين نفس الفكرة. نجيب ساويرس أعلن من سنين إنه بيستثمر نص ثروته تقريبا في الذهب، وقال جملته الشهيرة الذهب مش بيروح صفر زي الأسهم. حتى الجرحي رجل أعمال الصناعة المعروف عنده استثمارات واضحة في سوق الذهب وبيعتبر جزء من استراتيجيته في الأمان ضد الأزمات. يعني الموضوع مش بس المواطن بسيط بيشتري جرام ولا جرامين ذهب بالزمن، ده كمان توجه رجال الأعمال الكبار في حماية ثروته. الدولار من القوة للقلق. الدولار هو ملك العملات، حوالي 60% من الاحتياطي العالمي موجود في الدولار، هي العملة الرسمية للتجارة العالمية، والبترول نفسه بيتسعر بيه. لكن القصة ليها جانب تاني. من سنة 1971 لما أمريكا لغت ربط الدولار بالذهب فقد قيمته الحقيقية قدام الذهب، وطبعت تريليونات بعد كورونا وزودت الشكوك في قوته. لو ركزنا على مصر الدولار مش مجرد عملة، ده مؤشر ثقة في الاقتصاد. خلينا نبص على شوية أرقام. قبل تعويم 2016 كان سعر الدولار حوالي 8.8 قروش، بعد التعويم وصل ل 18 جنيه. في 2020 مع كورونا السعر الرسمي كان 15.70 قرش تقريبا يعني، والسوق السوداء قربت ل 18 جنيه. في 2022 بعد حرب أوكرانيا وصل السعر من 15 ل 24 جنيه رسمي، وفي 2023 بعد التعويم الثالث قرب سعره ل 30 جنيه، والسعر السوق السوداء وصل ل 40 جنيه. دلوقتي في 2025 السعر الرسمي حوالي من 49 ل 50 جنيه، وسعر السوق السوداء كان واصل ل 60 جنيه. يعني كل أزمة بتكسر رقم جديد وبتسيب المصري قدام سؤال صعب، اشتري دولار ولا ذهب؟ خلينا نشوف مين معاه ذهب أكتر. أمريكا عندها أكبر احتياطي في العالم حوالي 8133 طن. الصين بتجمع ذهب بشكل كبير جدا وصل حوالي 2300 طن. مصر في 2025 وصلت لحوالي 129 طن بعد زيادات مستمرة. الارقام دي معناها ايه؟ امريكا بتحافظ على قوتها، والصين بتستعد لليوم اللي يقع فيه الدولار. مصر بتحاول تبني رصيد يحميها من اي ازمه جايه. حتى الصين بدات تقلل استثماراتها في سندات الخزانه الامريكيه وتحولها لذهب، وده معناه ان مش واثقه في الدولار زي الاول. في نقطه جديده ظهرت، فكره اعاده التقييم الاحتياطي الذهب الامريكي. دلوقتي الذهب في دفاتر الحكومه الامريكيه متسعر بسعر قديم جدا 42 دولار. لو تقيم بسعر السوق الحالي ممكن يظهر مكاسب محاسبيه تقارب من 750 ل 800 مليار دولار، لكن لازم نفهم دي مكاسب على الورق مش فلوس كاش. بالرغم ان بعض المحللين بيقترحوا ان الخطوه دي تساعد تخفيف الدين، لان الخزانه الامريكيه نفت وجود اي خطه من دي. كمان في عقبات قانونيه محتاجه
محتاجة تشريعات وموافقة الكونجرس. يعني الفكرة قد تكون حيلة محاسبية أكتر من إنها حل واقعي، لكن مجرد النقاش عنها يكشف عن قلق حقيقي حوالين الدولار نفسه. ايه علاقة الجغرافيا السياسية والذهب؟ في منطقتنا الشرق الأوسط كل أزمة سياسية أو عسكرية بتعمل انفجار في أسعار الذهب. حرب غزة الأخيرة، التوتر بين إيران وإسرائيل، ضربات البحر الأحمر وتأثيرها على أسعار النفط، كل ده بيخلي الناس تجري على الأصول الآمنة أولها الذهب. الذهب هنا مش بس أصل مالي، ده انعكاس لمستوى الخوف في العالم. كل ما الخوف يزيد كل ما سعر الذهب يلمع أكتر. لكن الخطر الأكبر مش الشرق الأوسط، الخطر الأكبر في قلب أمريكا نفسها. الدين العام الأمريكي عدى 35 تريليون دولار، يعني أمريكا بتستلف عشان تدفع فوائد ديونها. الفوائد دي بقت تريليونات سنويا، والثقة في قدرة أمريكا عن السداد اهتزت. الثقة في الدولار نفسه ممكن تنهار، وساعتها العالم كله هيجري على الذهب. الملفت اللي بيمول الدين الامريكي دول ضخمه. اليابان اكبر دائل بحوالي 1.1 تريليون دولار، الصين بحوالي 770 مليار دولار. كمان دول الخليج زي السعوديه والامارات والكويت عندهم استثمارات كبيره جدا في اذون الخزانه. لكن لو الثقه في قدره امريكا عن السداد اهتزت، ده معناه ان الثقه في الدولار نفسه ممكن تنهار، وساعتها العالم كله هيجري على الذهب. المستقبل ذهب ولا دولار؟ الدولار يفضل قوته لانه لسه عمله الثقه، يا اما فقدان تدريجي لقوته مع صعود الايوان والذهب. بالنسبة لينا كمصريين، الذهب بيساوي أمان طويل المدى ضد التضخم، والدولار بيساوي أداة حماية وقت الأزمات القصيرة. الحل الحقيقي هو التنوع ما بين الذهب والدولار. في النهاية مش لازم تختار ما بين الذهب أو الدولار، المهم إنك تحمي نفسك من المفاجآت. الذهب بالشبك أو تحويشة هو ملاذ تاريخي وقت الخوف، والدولار مش مجرد ورقة خضراء، هو رمز للنظام الاقتصادي العالمي. لكن الحقيقة إن الاتنين مش مضمونين 100%. اللي يضمنك هو انك تبقى فاهم وتعرف تختار الوقت الصح. قول لنا في التعليقات، لو معاك 100,000 جنيه دلوقتي هتحطهم في ذهب ولا دولار، ولا هتوزعهم ما بين الاتنين؟ منتظر تعليقاتكم، واستنوني في حلقة جديدة من بودكاست فلوس الناس مع أحمد عاشور.